وسلم تسليما. أنا هبتدي أتكلم عن فقه منهج الصلاة طبقا لما تعلمته في معهد إعداد الدعاة في الجامعة الشرعية بالمنصورة من الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. قبل ما ابتدي أتكلم عايزين نبقى فاهمين ما كما تعلمت من أستاذنا تعلمت من دكتورنا إن إحنا نسمع آراء فقهاء كتير. ممكن الواحد في الأول كان بيستغرب ليه في آراء للفقهاء كتير وليه الشريعة مش ثابتة على حاجة واحدة، وإزاي ربنا ممكن يكون طالب مننا الشريعة بكذا طريقة أو بكذا منهج. ممكن أقول بصورة بسيطة جدا إن في آيات عند ربنا كتبها في القرآن الكريم بصورة قطعية الدلالة، وفي آيات ظنية الدلالة. فإن قطعية الدلالة زي آيات الصلاة والزكاة وكده مش هنلاقي أي اختلاف بين الأربع فقهاء المشهورين بالنسبة لنا. إنما بالنسبة للحاجات اللي هي ظنية الدلالة ربنا تركها ظنية وتولاه القدرة قال عليها فإنه كان يجعلها قطعية الدلالة لنخلص من الخلاف بين العلماء، ولكنه تركها ظنية الدلالة لسهولة، لأن ممكن كل بلد لها طريقة، كل فريق ممكن يبقى له طريقة الشرع تناسبه أكتر. يعني هبدأ أقول ده بأمثلة. إن مثلا دايما كانوا يعلمونا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قال لهم صلوا العصر في بني قريظة. عندما انطلقوا الصحابة إلى بني قريظة قبل ما يوصلوا بني قريظة كان أذان العصر أذن، وكان لو وصلوا بني قريظة كانوا يشربوا المغرب. فبعد جزء من الصحابة قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بأن احنا نصلي العصر بني قريظة يبقى احنا ملناش غير ان احنا نصلي العصر بني قريظة حتى لو انقضى الوقت والمغرب أذن. وبعد فريق آخر طبعا الفريق ده الأول خد بيسموه بظاهر النص، يعني سمع النص خد ظاهره. وفي فريق آخر أخذ بباطن النص وقال لا، والرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بأن احنا نصلي بعصر بني قريظة كان مقصود به الإسراع في الوصول إلى بني قريظة. كل واحد صلى بالطريقة اللي هو اقتنع بيها بدون ما يحصل أي اختلافات وأي خناقات زي ما بيشوفوا في التلفزيون وفي أي حتة ما بيبقاش لغات. وبيتوا خالص خلصوا مهمتهم ورجعوا للرسول عليه الصلاة والسلام. كل منهم قال له عن فعلته عن طريق تفكيره صلى ازاي، لأن الرسول أقر الفعلتين، بمعنى إنه قال أقر، يعني الإقرار دايما بيبقى إن هو ما قالش لحد انت صح والتاني غلط، لا أقر الفعلتين يعني وافق على إن الفعلتين مضبوطين. فلنا أن نرى إن إسلامنا يعني حياتنا كناش نعرفها. يعني سبحان الله، يعني إن في سماحة في الإسلام لدرجة إن الإنسان واحد، إنسان واحد. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنسان واحد، وليس الأئمة الأربعة، وليس الشافعي مثلا وأبي حنيفة، إنما إنسان واحد يفكر يقول أمر معين بالتأكيد كان ممكن يكون جواه شيء منه، إنما هو لما رجعوا له وهو إنسان واحد أقر الفعلتين إنه إن الاثنين صح، طالما إن أنت عندك أدلتك اللي استندت إليها. منهم من دليله كان ظاهر النص فيبقى أنت كلامك مظبوط لو كنت ظاهر النص، ومنهم من كان دليله باطن النص فبرضه أنت دليلك كان باطن النص، يبقى أنتوا الاثنين صح. واللي بيحصل دلوقتي من خلاف العلماء الكبار الأئمة زي الإمام الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، فإن الخلاف اللي بينهم بين شخصين بطريقتين في التفكير، في طريقتين في الاتجاه للأدلة. مفيش إمام منهم طلع قرار عنده أو إن ده شريعة إلا عنده دليل من القرآن والسنة استند إليه، سواء ظاهر نص أو باطن نص أو أحاديث أو إلى آخره، واقتنع أكثر بتفكيره العقلي بأن الأدلة دي تعني كذا وتعني كذا. طبعا اجتهد، مش أي حد يجتهد، يعني مش هنجيب واحد زي جبل الجنة نقول له اجتهد، لا، دي علماء دراستها عالية، دراستها أهل للاجتهاد، مش أي حد يجتهد. والست قلبك دي كانت برضه ده كلام دكتور حفناوي، ست قلبك دي مش ما تنفعش ست قلبك أنا كده بني آدم عادية جدا ولا أنا
ان انا اقول ادله وايات واحاديث، لان انا